كلنا ذاك الرجل الذي نشكو من ضعف الإيمان أحيانا وقوته أحيانا، وتقصيرنا وقوعنا في الذنوب، سواء كانت الذنوب التهاون في بعض الواجبات أو الذنوب في ارتكاب بعض الآثام والمعاصي. أعظم ما يعينك يا طالب العلم دعاء الله عز وجل، كما تسأل الله الجنة وتدعو الله لوالديك وتدعو الله أن يفرج عنك كرب من الدنيا. لا تنسى يا أخي أن يكون لدعائك نصيب، أن الله تعالى يحبب لك الإيمان، يزينه في قلبك، يحبب لك النافلة، يحبب لك قراءة القرآن، يحبب لك أن يفتح الله تعالى عليك من الأعمال البر والأعمال. لا تنسى يا طالب العلم، اجعل هذا كالشعار لك كل ليلة، لا يفوتك هذا الخير العظيم. ادعو الله